السلام عليكم أبو كرم. حضرتك ملتزم منيح بالقانون الجديد؟ عليكم السلام ورحمة الله. ايه والله التزمنا بالقرار، لأنه الحقيقة الدولة بس تتخذ قرار بدها تنفذه بالمواطن، لأنه المواطن الحقيقة عم ينفذ كل الطلبات وكل القرارات اللي بتتخذها الدولة، ونحن تحت القانون منا فوق القانون. هلا طلبوا منا نجيب حزام للبوسطة. هي البوسطة قديمة كثير ما لها حزام، فجبت لها حزام وقعت لها اياه توقيع. تفضلي شوفي قربي لهي شوفي. هذا الحزام ما بيمط كثير، وراسي ما بيوصل على الازاز. اذا عملت حادث بيضرب راسي بالازاز وبيرجع بيرجعني لورا، بيكون انشق راسي بالنص ودمي صار على الارض. فمنشان انه انا دمي ما يصير على الارض، لانه الدوله بتزعل على دم المواطنين كثير، لانه المواطنين كلهم دم وكلهم احساس. جبت هذا الشمبرير، هذا بيدافع عن الاسنان وعن المناخير، ما بيتكسروا، لانه اسا ما حدا تكسر مناخيره بهالبلد. فانا مشان ما يتكسروا مناخيري جبت هذا هيك، ومشان احمي حالي والله يحمي كل المواطنين. هذه بوسطة عتيقة لك، هذه عمل لها اياها هون مشان اقفل على حالي، مشان ما اوح على الطريق انا وماشي. وهذا ازاز كمان برفعه على حالي بايام الشتويه، هذا ازاز. والبنزين دعسة البنزين انقطش السلك تبعي وما قدرت ظبط لي اياه، فبرمي تفضلي شوفيه من هون للسلك. انا شوفي وين عمله وين حطه، لانه ما له دعسه نحو لكن وين عمله انا. هذا احوها، هذا السلك احوها، هذا بيدعس من هون بيتحرك من هون. لكن ها شايفه، ها هلا دلك خذي واعطيه، خذي واعطيه بيمشي حولك تمشي. هي بوسطة عطيئه، يعني نزلت نزول ما بتطلع فوق، موتورها تعبان. وحضرتك لو سمحت على الحواجز كيف تمرق؟ على الحواجز، كل الحواجز اصحابي والدرك ولاد بيوت وناس اوادم وكذا، بس هن يا حرام مظلومين، شو بدهم يعملوا؟ مأمورين. فجبت لهم هذا الحزام لحوه، تفضلي شوفي وين حطه. هذا ما بينقطش، لكن ها حطه بالفرش، يعني اذا كان عملت حدث ما بينقطش، بس بطلع من الازاز وبوقع قدام البوسطه وبنزل خالص ميت. يعني بيجوا اولادي بياخذونا وعلى المستشفى ما بياخذوا دوري بوشي عند مرتي. مرتي بتزعق لها شي نص ساعة زمان، وبتقول لهم الله يرحمه كان زلمه ادمي ومحترم، يلا خذوه دفنوه. وبعد يومين ثلاثه بترتب حالها وبتظبط حالها وبتقعد مرة أرملة بالبيت. فالله ان شاء الله ما بصيروا ارامل ايها النسوان، وان شاء الله ايها الرجال ما بتموتوا بتعملوا حوادث بتتشقفوا على الطريق. قانون السير بالبلد لازم نطبقه.